السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم شباب تانية ثانوي في أول محاضرة معانا في الدرس التاني. افتكر كده معانا إن إحنا خدنا في الدرس الأولاني آلية امتصاص الماء والأملاح المعدنية، وطبعا ثاني أكسيد الكربون بنجيبه من الهواء الجوي. يبقى إحنا في الدرس الأولاني خدنا آلية امتصاص الماء والأملاح المعدنية، وهنجيب ثاني أكسيد الكربون من الهواء الجوي. دلوقتي بقى فاضل لي إيه عشان أعمل عملية التغذية الذاتية؟ والله يا دكتور عشان أعمل عملية التغذية الذاتية فاضل لي عملية اسمها عملية البناء الضوئي. طيب ومن اسمها كده عملية بناء ضوئي يبقى أنا محتاج فيها ضوء اللي هو ضوء الشمس. طب يا دكتور مين في النبات اللي هيقدر يمتص الطاقة الضوئية أو هيقدر يمتص ضوء الشمس؟ قال لك جزء اسمه البلاستيدة الخضراء. يبقى يا شباب البلاستيدة الخضراء هي اللي هتعمل امتصاص للطاقة الضوئية الساقطة عليها، وبالتالي هنقدر ان احنا نعمل عملية البناء الضوئي. طب يا دكتور سؤال كمان، هو مين اللي بيقدر ان هو يمتص الطاقة الضوئية في البلاستيدة الخضراء؟ قال لك البلاستيدة الخضراء يا شباب فيها صبغ اسمه صبغ الكلوروفيل، وصبغ الكلوروفيل ده هو اللي بيمتص الطاقة الضوئية الساقطة عليه. يبقى احنا دلوقتي واحدة واحدة كده، احنا دلوقتي يا دكتور عشان نكمل عملية التغذية الذاتية محتاجين نعمل عملية اسمها عملية البناء الضوئي. طيب عملية البناء الضوئي يعني احنا محتاجين فيها ضوء. طب مين في النبات اللي هيمتص الضوء الساقط عليه؟ قال لك البلاستيدة الخضراء هتمتص الطاقة الضوئية. طب ازاي يا دكتور البلاستيدة الخضراء هتمتص الطاقة الضوئية؟ قلنا عشان البلاستيدة فيها أصباغ اسمها أصباغ الكلوروفيل، وأصباغ الكلوروفيل دي يا شباب هي اللي بتمتص الطاقة الضوئية، وبعدين كده نستخدم الطاقة الضوئية في عمل عملية البناء الضوئي. أول سؤال عندنا، من يقوم بعملية البناء الضوئي؟ أول حاجة الأوراق الخضراء. طب ليه يا دكتور الأوراق الخضراء؟ لأن الأوراق الخضراء دي يا شباب فيها بلاستيدات خضراء، وأدام فيها بلاستيدات خضراء يبقى فيها البلاستيدة الخضراء فيها صبغ الكلوروفيل، وأدام موجود صبغ الكلوروفيل يبقى أنا هقدر أمتص الطاقة الضوئية، وبالتالي هقدر أعمل عملية البناء الضوئي. يبقى أول سؤال عندنا من يقوم بعملية البناء الضوئي؟ قلنا أول حاجة الأوراق الخضراء. طب ليه الأوراق الخضراء بتقوم بعملية البناء الضوئي؟ لأن الأوراق الخضراء فيها بلاستيدات خضراء. طيب والبلاستيدات الخضراء فيها صبغ اسمه صبغ الكلوروفيل، وبالتالي هنقدر نمتص الطاقة الضوئية ونعمل بيها عملية البناء الضوئي. يبقى أول حاجة كده الأوراق الخضراء بتعمل عملية البناء الضوئي ليه؟ لوجود فيها بلاستيدات خضراء. ايه تاني؟ قال لك السيقان العشبيه. عارف يا شباب ايه السيقان العشبيه دي؟ عارف نبات الملوخيه؟ نبات الملوخيه بيكون ليه ساق كده لونها اخضر، هي دي السيقان العشبيه. او حتى الجرجير بيكون ليه ساق كده لونها اخضر، هي دي السيقان العشبيه. طب ليه يا دكتور السيقان العشبيه بتعمل عمليه البناء الضوئي؟ قلنا لان السيقان العشبيه دي بتحتوي على انسجه اسمها انسجه كولارانشيميه. يبقى السيقان العشبيه بتحتوي على انسجه ايه؟ اسمها انسجه كولارانشيميه. ايه يا دكتور الانسجه الكولارانشيميه دي؟ بص يا شباب الانسجه الكولارانشيميه دي بتتكون من كلوروفيل زائد نسيج بارانشيمي. يبقى الانسجه الكولارانشيميه دي بتتكون من كلوروفيل زائد انسجه بارانشيميه، عشان كده قلنا عليها كولارانشيميه. خدنا الكلور من هنا اللي اول جزء كلور، وخدنا نيشيميه من هنا فسميناها كلور نيشيميه. كولارانشيميه انسجه ايه؟ كولورانشيميه، كلور من هنا ونيشيميه من هنا، فعملت لي انسجه اسمها انسجه كولارانشيميه. طب ازاي يا دكتور الانسجه الكولارانشيميه دي بتمتص الطاقه الضوئيه الساقطه عليها؟ عشان بتحتوي على كلوروفيل، والكلوروفيل ده اصلا هو اللي بيعمل امتصاص للطاقه الضوئيه. ركز معانا. ادي كده عندنا نبات جرجير اهو، ماشي؟ دي اوراق نبات الجرجير، الحاجات دي هي اوراق نبات الجرجير، والاوراق دي يا شباب بتعمل عمليه البناء الضوئي ليه؟ عشان فيها بلاستيدات خضراء. طيب الساق ديت اسمها الساق العشبيه. اسمها ايه؟ اسمها الساق العشبيه. الساق العشبيه دي يا شباب بتعمل بناء ضوئي ليه؟ لانها بتحتوي على انسجه كولارانشيميه. ايه الانسجه الكولارانشيميه دي؟ ده نسيج بارانشيمي زائد كلوروفيل، وادام فيها كلوروفيل يبقى هي بتقدر انها تعمل عمليه البناء الضوئي. يبقى دلوقتي لو سالتك سؤال هقول لك مين اللي بيعمل عمليه البناء الضوئي؟ هتقول لي والله اتنين، الاوراق الخضراء. ليه؟ لان الاوراق الخضراء دي بتحتوي على بلاستيدات خضراء، فبالتالي انها تقدر تعمل عمليه البناء الضوئي. وكمان السيقان العشبيه. ليه السيقان العشبيه بتقدر تعمل عمليه البناء الضوئي؟ لانها تحتوي على انسجه كولارانشيميه. يعني ايه انسجه كولارانشيميه؟ يعني كلوروفيل زائد انسجه بارانشيميه، وادام فيها كلوروفيل يبقى هي تقدر تمتص الطاقه الضوئيه الساقطه عليها، وبالتالي تقدر تعمل عمليه البناء الضوئي. طيب يا شباب بعد ما عرفنا مين اللي بيقوم بعمليه
عمليه البناء الضوئي اللي هي الاوراق الخضراء او السيقان العشبيه. تعالى بقى نتكلم عن البلاستيده الخضراء اللي هي اصلا بتعمل امتصاص للطاقه الضوئيه. اول حاجه عايز اعرف شكل البلاستيده عامل ازاي. بص يا شباب، شكل البلاستيده كانها عدسه محدبه. طب ليه يا دكتور شكل البلاستيده عامل زي العدسه المحدبه؟ عشان تجمع الضوء الساقط عليها. يبقى يا شباب لو قلت لك اشمعنى شكل البلاستيده بقى عامل زي العدسه المحدبه، ليه مثلا شكلها مش بقى مربع او بقى مثلث او بقى معين ايا كان، اشمعنى العدسه المحدبه؟ لان يا شباب شكل العدسه المحدبه بيقدر ان هو يمتص الطاقه الضوئيه الساقطه عليه. يبقى انت هتقول لي كده ليه شكل البلاستيده عامله زي عدسه محدبه؟ هتقول لي ايه؟ عشان تجمع الطاقه الضوئيه الساقطه عليها. دلوقتي بقى عايزين نعرف تركيب البلاستيده الخضراء. يبقى احنا دلوقتي لو دخلنا جوه البلاستيده هنلاقيها بتتكون من ايه؟ بص يا شباب، اول حاجه البلاستيده بتتكون من غشاء خارجي مزدوج سمكه 10 نانومتر. يبقى اول حاجه كده ايه؟ البلاستيده بتتكون من غشاء خارجي مزدوج سمكه 10 نانومتر. ليه يا دكتور سميناه غشاء؟ عشان بيحوطها، عشان بيغلفها، فاسمه غشاء، غلاف، يبقى غشاء. طيب ليه خارجي؟ عشان موجود بره على الاطراف فبنقول عليه خارجي. طب ليه مزدوج؟ عشان هو بيتكون من 2 فقلنا عليه مزدوج. ولما جينا قسناه لقينا ان هو 10 نانو متر، يبقى هو غشاء خارجي مزدوج سمكه 10 نانو متر. طيب ايه تاني؟ بص لقينا كده حته فاضيه كده، لقينا ايه؟ ارض فاضيه فقلنا عليها ارضيه. يبقى الارض الفاضيه دي بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها ارضيه، او نقول عليها نخاع، او نقول عليها ايه؟ او نقول عليها نخاع. ونخاع بالانجليزي يا شباب يعني ستروما. يعني ايه؟ يعني ستروما. يبقى ممكن نقول عليها ارضيه لانها ارض فاضيه اهي فنقول عليها ارضيه، او نقول عليها نخاع، او نخاع بالانجليزي يعني ستروما، اي اسم، ارضيه، نخاع، او ستروما. طب يا دكتور ايه الارضيه او النخاع ماده عامله ازاي يعني؟ بص يا عم، زي ما انت شايف كده هي ماده ملهاش لون. طيب بتتكون من ايه؟ قال لك بتتكون من ماده بروتينيه، يبقى هي ماده بروتينيه عديمه اللون. عديمه الايه؟ عديمه اللون. طيب يا دكتور ليه ماده بروتينيه؟ لان الماده دي بتتكون من بروتينات فقلنا عليها ماده بروتينيه. طب ليه يا دكتور عديمه اللون؟ عشان ملهاش لون، ملهاش لون فقلنا عليها عديمه اللون. يبقى الارضيه او النخاع او الستروما دي ماده بروتينيه يا شباب عديمه الايه؟ ماده بروتينيه عديمه اللون. ايه تاني يا دكتور؟ قال لك والله بتلاقي جوه البلاستيده الخضراء كده يا شباب حبيبات نشا. حبيبات نشا منتشره قوي في النخاع. حبيبات ايه؟ حبيبات نشا. طب ايه يا دكتور وظيفه حبيبات النشا دي؟ قال لك وظيفه حبيبات النشا انها بتتحلل. حبيبات نشا. طب ايه يا دكتور وظيفه حبيبات النشا؟ قال لك حبيبات النشا بتتحلل لسكر. واحده واحده كده تعالى نفهم. يبقى دلوقتي موجود داخل البلاستيده الخضراء حبيبات نشا كتير. ليه؟ عشان تتحلل لسكر وقت حركه النبات الى طاقه. مش احنا خدنا في اولى ثانوي ان النبات بيخزن نشا في البلاستيده الخضراء عشان يحللها لسكر والسكر يتحول لطاقه لما النبات يعوز طاقه؟ يبقى مش احنا قلنا ان حبيبات النشا دي اصلا يا شباب مركب تخزيني في النباتات عشان وقت ما النبات يعوزها تبدا انها تتحول لسكر والسكر يتحول لطاقه؟ يبقى اصلا النبات يا شباب بيخزن حبيبات النشا عشان حبيبات النشا تتحلل لسكر والسكر يتحول لطاقه حين حاجه النبات الى طاقه. يبقى لما النبات يعوز طاقه تبدا حبيبات النشا دي تتحول لسكر، سكر جلوكوز، ويبدا سكر الجلوكوز ده يتحول الى طاقه. يبقى احنا عندنا حبيبات النشا دي عشان النبات يستخدمها في الحصول على طاقه وقت ما يعوز. طيب اخر حاجه عندنا اقراص اسمها اقراص جرانه. اقراص ايه؟ اسمها اقراص جرانه. دي كده يا شباب اسمها ايه؟ اسمها اقراص جرانه. زي ما انت شايف اقراص جرانه دي يا شباب ده كورس جرانه وده كورس جرانه وده كورس جرانه وده كورس جرانه، انما كلها بقول عليها حبيبه. يبقى ده كورس وده كورس وده كورس وده كورس، انما كله الجزء ده كله بقول عليه ايه؟ بقول عليه حبيبه. تعالى نكتب كده جنبها ايه؟ كورس جرانه اهو. كورس وكورس 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 وكمان كورس هنا وكمان كورس هنا. قال لك اول حاجه ان كل حبيبه من حبيبات جرانه دي بتتكون من 15 قرص او اكتر متراصين فوق بعضهم. يعني انا المفروض هنا ارسم 15 قرص بس انا قسمت 5 بس عشان ما فيش مجال. يبقى اول حاجه ان حبيبات جرانه دي يا شباب بتعمل ايه؟ بتتكون من 15 قرص او اكتر متراصين ايه؟ متراصين فوق بعضهم. قال لك ان يجي بقى قرص من هنا على قرص من هنا يبدا ان هم يتصلوا ببعض بالشكل ده.
قرص من هنا على قرص من هنا، يبدا ان هم ايه؟ يبدا ان هم يتصلوا ببعض بالشكل ده. ليه؟ عشان يزداد من مساحه السطح المعرض لامتصاص الطاقه الضوئيه. يبقى ليه؟ عشان يزود من مساحه السطح المعرض لامتصاص الطاقه الضوئيه. مش فاهمها؟ بص يا سيدي، دي كده 1 سم ودي كده 1 سم، اعتبر ان دي مش موجوده خالص. طب اذا يبقى مساحه السطح المعرضه لامتصاص الطاقه الضوئيه قد ايه؟ هتقول لي والله 1 و1 يعني 2، يبقى مساحه السطح المعرضه لامتصاص الطاقه الضوئيه هي 2 سم. طيب لو زودنا دي وقلنا مثلا ان دي 2 سم، يبقى اذا كده مساحه السطح المعرضه لامتصاص الطاقه الضوئيه كام؟ والله 1 و2 1 يعني 4 سم. يعني لما زودت الجزء ده، يعني لما خليت قرص من هنا يتصل مع قرص من هنا، زادت مساحه السطح المعرضه لامتصاص الطاقه الضوئيه. ايوه، كان 2 بقت 4، وبالتالي لما تزداد مساحه السطح المعرضه لامتصاص الطاقه الضوئيه، وبالتالي يزداد امتصاص الطاقه الضوئيه. وده اصلا اللي احنا محتاجينه من البلاستيكيه الخضراء، انها تمتص لي الطاقه الضوئيه الواقعه عليها. قال لي اخر حاجه يا شباب ان البلاستيده الخضراء دي تختص بحمل الاصباغ. تختص بحمل الاصباغ. ايه يا دكتور الاصباغ دي؟ قال لك الاصباغ دي يا شباب اللي هي الكلوروفيل، اللي هو اصلا بيعمل امتصاص للطاقه الضوئيه. يبقى اقراص جرانيا دي يا شباب بتختص بحمل الاصباغ. ايه يا دكتور الاصباغ دي؟ الاصباغ دي اللي هو الكلوروفيل، اللي هو بيعمل لي امتصاص للطاقه الضوئيه. احنا قلنا يا شباب ان اقراص جرانيا دي هي اللي بتختص بحمل الاصباغ. تعالى بقى معانا نعرف ايه انواع الاصباغ. اول حاجه يا شباب الاصباغ بتنقسم عندي لاربع انواع. اول حاجه كلوروفيل الف، ثاني حاجه كلوروفيل ب، ثالث حاجه زانزوفيل، رابع حاجه كاروتين. طب عايز يا دكتور افرقهم بين بعض. بص يا عم، الكلور الف ده لونه اخضر، والكلوروفيل ب ده لونه اخضر برضو، انما الزانزوفيل لونه اصفر. لونه ايه؟ لونه اصفر. والكاروتين لونه اصفر برضو. طب ازاي يا دكتور افرق بين الكلوروفيل الف والكلوروفيل ب؟ بص، الكلوروفيل الف ده يا شباب اللي هو الاول الف، فدايما الواد الاول على الكليه ده عيل يهودي يجي لك ويقول لك والله العظيم ما ذاكرت، وفجاه كده طالع الاول على الكليه. يعني انت ما ذاكرتش ازاي وطلعت الاول على الكليه؟ فدايما كده عيل ازرق من جواه، عيل يهودي، فبنقول عليه اخضر مزرق. يبقى الواد الاول ده بنقول عليه اخضر مزرق، عيل يهودي، عيل ازرق من جواه. انما الواد الثاني ده عيل منفسن من الواد الاولاني. الواد الثاني ده منفسن من الواد الاولاني، فده دايما نفسيته صفرة كده، عيل اصفر من جوه، فبنقول عليه اخضر مصفر. اخضر ايه؟ اخضر مصفر. والف صباح عليك يا صفرة. يبقى انت بتقول ان الكلوروفيل الف اخضر مزرق، الواد الاول واد يهودي وده ازرق من جواه، انما الكلوروفيل ب ده الواد المنفسن من الواد الاولاني، فتلاقيه اصفر من جواه، فبنقول عليه اخضر مصفر. طبعا ولا الاول ازرق ولا الثاني اصفر، بس ده عشان تفتكرها يعني. الزنزوفيل سبونج بوب، سبونج بوب اصفر كموني، والزنزوفيل اصفر ليموني. يبقى تاني، الزنزوفيل سبونج بوب، سبونج بوب اصفر كموني، والزنزوفيل اصفر ليموني. نقول تاني، الزنزوفيل سبونج بوب، سبونج بوب اصفر كموني، والزنزوفيل اصفر ليموني. انما الكاروتين ده اللي هو حزلقوم اصفر برتقاني. عارف حزلقوم ذات الشعر البرتقاني؟ برضو الكاروتين اصفر برتقاني. يبقى احنا قلنا الواد الاول عيل ازرق من جواه فقلنا عليه اخضر مزرق، والواد الثاني عيل اصفر من جواه فقلنا عليه اخضر مصفر. والزنزوفيل سبونج بوب، سبونج بوب اصفر كموني، والزنزوفيل اصفر ليموني. والكاروتين عامل زي حزلقوم اصفر برتقاني. يبقى اصفر ايه؟ اصفر برتقاني. طبعا ده دول نسبتهم في النبات 70%، اللي هو الكلوروفيل الف والكلوروفيل ب، اللي هم اصلا النسبه الاكبر اللي بتعمل امتصاص للطاقه الضوئيه. والزنزوفيل اللي هو اصفر ليموني نسبته 25%، والكاروتين نسبته 5%. يبقى الكلوروفيل الف والكلوروفيل ب هي الاصباغ الاساسيه في البلاستيده الخضراء، عشان كده بيعملوا امتصاص، هم اللي بيعملوا امتصاص للطاقه الضوئيه. انما الزنزوفيل والكاروتين بيعملوا امتصاص للطاقه الضوئيه لكن بنسبه ضئيله، فبنقول عليهم مساعدين للكلوروفيل الف وب. يبقى هم مساعدين في امتصاص الطاقه الضوئيه للكلوروفيل الف وب، انما الكلوروفيل الف والكلوروفيل ب هم الاساسيين في امتصاص الطاقه الضوئيه. دلوقتي اخر حاجه عايزين نعرفها، ايه يا دكتور التركيب الكيميائي للكلوروفيل الف؟ بص يا سيدي، التركيب الكيميائي للكلوروفيل الف هو C55 H72 O5 N4 Mg. يبقى C55
H72 O5 N4 MG. وكده احنا خلصنا الدرس. بس اكتب عندك الرقم الارضي للمستر عشان لو عوزت اي سؤال. بص يا سيدي، انا الرقم الارضي 055 لان احنا عندنا في الشرقيه الرقم الارضي عندنا بيبدا بال 55، فاكتب عندك 055 72 5 4. يبقى انا الرقم الارضي بتاعي كام؟ والله الرقم الارضي بتاعي 055، اوعى تنساه، 72 5 4. يبقى التركيب الكيميائي للكلوروفيل الف هو C55 H72 O5 N4 MG. اوعى تنسى الرقم بتاع المستر، طبعا ده رقم المستر ولا بس عشان تحفظها. يبقى رقم المستر 055 72 5 4 زي الكلوروفيل الف. الكلوروفيل الف ايه؟ C55 اهو اللي هو بدايه الرقم الارضي H72 O5 N4 MG. وبكده يا شباب خلصنا حصه النهارده. بس تعالى كده نراجع بسرعه. اول سؤال قلناه من يقوم بعمليه البناء الضوئي؟ قلنا والله الاوراق الخضراء والسيقان العشبيه. ليه؟ لان الاوراق الخضراء بتحتوي على بلاستيده خضراء، والسيقان العشبيه بتحتوي على انسجه كولارنشيميه والانسجه الكولارنشيميه دي بتتكون من كلوروفيل زائد انسجه بارنشيميه. طيب عايزين نعرف شكل البلاستيده الخضراء. قلنا البلاستيده الخضراء عامله زي العدسه المحدبه عشان تجمع الطاقه الضوئيه الساقطه عليها. بعد كده خدنا تركيب البلاستيده. قلنا البلاستيده اول حاجه بتتكون من غشاء خارجي مزدوج سمكه 10 نانومتر، وكمان عندنا ارضيه او نخاع او ستروما بتتكون من ماده بروتينيه عديمه اللون. وكمان قلنا ان في هنا حبيبات نشا تنتشر بكثره في النخاع. ليه؟ عشان تتحلل لسكر جلوكوز، والسكر الجلوكوز يتحلل لطاقه في حين حاجه النبات الى طاقه. بعد كده خدنا اقراص جرانه. قلنا والله ان ده كده اسمه قرص جرانه، انما كلها على بعضها اسمها حبيبه. ويا شباب كل حبيبه من حبيبات جرانه بتتكون من 15 قرص مترصين فوق بعض او اكتر. طبعا انا راسم 5 بس هم المفروض يترسموا 15 قرص او اكتر. وقلت ان ممكن تلاقي قرص جرانه من هنا اتصل مع قرص جرانه من هنا. ليه؟ عشان يزود من مساحه السطح المعرض لامتصاص الطاقه الضوئيه. اخر حاجه عايز اقول لك ان سمك حبيبه جرانه 7 من 10 مايكرون، يبقى السمك 7 من 10 مايكرون، انما قطر حبيبه جرانه نص مايكرون. يبقى دي برضو حاجات يعني ايه اقراها كده. طيب بعد كده قلنا ان اقراص جرانه دي بتختص بحمل الاصباغ، وقلنا ان الاصباغ منها 4 انواع: كلوروفيل الف وكلوروفيل ب وزنزوفيل وكاروتين. الكلوروفيل الف ده لونه اخضر وكلوروفيل ب ده لونه اخضر. نفرق ما بينهم ازاي؟ افتكر دايما الواد الاول عيل يهودي اخضر مزرق، الواد الثاني بنفس من الواد الاولاني فاصفر من جواه فبنقول عليه اخضر مصفر، ودول نسبتهم 70%. الزنزوفيل لونه اصفر ليموني، سبونج بوب اصفر كموني، والزنزوفيل اصفر ليموني ونسبته 25%. واخر حاجه الزنزوفيل افتكر حزلقوم ذات الشعر البرتقاني، فالكاروتين اصفر برتقاني ونسبته 5%. اخر حاجه خدنا التركيب الكيميائي للكلوروفيل الف اللي هو الاخضر المزرق، لان هو C55 H72 O5 N4 MG. وخدنا رقم المستر بسهوله عشان تعرف تحفظه. قلنا ان رقم المستر 055 72 5 4 C55 H72 O5 N4 MG. وبكده يا شباب خلصت المحاضره الاولى في الدرس الثاني. يا ريت تكون بالنسبه لك محاضره سهله وتذاكر اول باول. فاعمل لايك وسبسكرايب وشير الفيديو عشان اكبر عدد من صحابك يشوفوه، وافتكر ان الدال على الخير كفاعله. ويلا اشوفكم في فيديو جديد.